والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الثانوي، اهلا بكم وفيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ لعلكم بخير. من كومنتاتكم انا لقيت ان اغلب الناس بتسالني هو انا المفروض دلوقتي اعمل ايه؟ هو اللي انا بعمله دلوقتي ده صح؟ طب هو انا ماشي كويس؟ هو انا في ايه دلوقتي المفروض اعمله؟ مثلا طيب احل كام امتحان شامل دلوقتي؟ وكل الاسئله اللي من النوعيه دي. ومن هنا جاتني فكره الفيديو ده، واللي هو هقول لك فيه على حاجات لو انت كنت بتعملها فانت تمام 100 100 ماشي في السليم، وحاجات تانية برضو لو انت كنت بتعملها فانت لا، انت كده بتعك، ولازم تظبط امورك قبل ما العك ده يزيد ويتراكم عليك في الاخر ويعمل لك كتله كبيره كده مش حلوه. بس قبل ما نبدا الفيديو وابدا اقول لك على الحاجات ديت، فيا ريت يعني تنزل تعمل لايك، ولو عندك اي سؤال سيبولي في كومنت ان شاء الله ارد عليك. غالبا اغلب الكومنتات انا برد عليها. وبرضه لو عجبك محتوى القناه وكنت عايز تعرف الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده فانت تقدر تنزل تعمل سبسكرايب. ودلوقتي يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه خليني اقول لك على 5 حاجات لو انت كنت بتعملهم فانت كده تمام ماشي في السليم وزي الفل، ولو ما كنتش بتعملهم فاتمنى منك ان انت تبقى بتعملهم بعد الفيديو ده. الحاجه رقم 1 انك تكون بتذاكر اول باول ومش بتراكم الشغل بتاع الاسبوع بتاع النهارده للاسبوع الجاي. لو كنت بتراكم المذاكره بتاعت الاسبوع ده للاسبوع الجاي فبجد بلاش تعمل كده، لان بعد فتره صغيره جدا هتلاقي الموضوع اتراكم عليك بشكل كبير وبقي معقد قوي. بالمناسبه يعني دفعه 2023 اللي بتسمع الفيديو، فعلى فكره هو الفيديو ده معمول لطلبه ثانويه عامه بشكل عام مش بس لدفعه 2023، ولكن برضو انتوا ليكوا نصيب في الفيديو لان انتوا الدفعه اللي انا ما اقدرش انساها، انتوا الدفعه اللي انا بدات معاها اليوتيوب اصلا. تاني حاجه لو كنت من دفعه 2023 اللي هي باقي عليها خلاص شهرين ويمتحنوا، فانت الفتره دي لازم تكون بتحل شامل. لازم تقول لي يا عم طيب انا مستني اخلص مراجعه وبعد كده ابدا احل شامل. اقول لك لا، ابدا حل شامل دلوقتي وانت بتراجع، مش مشكله، مش لازم تكون مراجع المنهج كله عشان تبدا تحل شامل، عادي حل شامل وابدا افتكر واحده واحده. المهم انه انت لازم تكون بتحل شامل في الفتره دي، ما ينفعش تاجل عن كده. الحاجه رقم 3 لو كنت بتنام فترات طويله في اليوم فدي حاجه غلط جدا، وانا هنا بكلم الناس اللي هيكونوا لسه في بدايه السنه مش دفعه 2023. بص هي سنه واحده بس، المطلوب منك انك تشد حيلك في السنه دي بس، يعني شد حيلك على قد ما تقدر في السنه دي، وبعد كده الكليه صدقني بتلاقي وقت كبير جدا انك تنام براحتك وتاخد كل راحتك من النوم. فهي بس سنه اديها حقها، اخرك تنام من 8 ل 9 ساعات، ما تزودش عن كده. وعدد الساعات ده على فكره مش قليل نهائيا، لا هو كافي جدا ان جسمك ياخد راحته من النوم. اما بالنسبه لو انت من دفعه 2023 انت خلاص دلوقتي في اخر شهرين في الثانويه العامه، فطبيعي تكون ارهقت وجبت اخرك وجسمك مش قادر ان هو يعمل اللي انت عايزه، ان هو يصحى اكتر من كده، فبتلاقي ان انت بتنام فترات طويله وده بيكون غصب عنك، انت حتى مش قادر انك تصحى. وانا كنت زيك برضو على فكره، تحديدا في اخر شهرين دول انا كنت خلاص بودع، مش قادر اقوم، مش قادر، بس كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اقلل النوم اللي انا بنامه، وافتكر ان انا تعبان من اول السنه وطالع عيني من اول السنه، فحرام يعني ثالثه ثانوي تضيع بسبب اخر شهرين وان انا هكون مش قادر اذاكر ولا قادر اراجع فيهم. فدي حاجه كانت بتخليني اقدر ان انا اقوم واذاكر وما نمشي اليوم كله، لان انا بصراحه ما كنتش قادر ان انا ما نمشي فتره طويله. ولكن حط في دماغك دايما ان بلاش اخر شهرين في ثانويه عامه او اخر شهر في ثانويه عامه يضيع لك مجهود كل الشهور اللي قبليها وكل التعب اللي انت تعبته من اول السنه. الحاجه رقم 4 لو بتذاكر والموبايل بتاعك بيكون قدام عينك فانت في غفله من غير ما تاخد بالك. انا لما بكون بذاكر والموبايل بيكون قدام عيني فانا بمجرد ما بلمحه ايدي بتروح عليه وحديها كده، ويا سلام كمان لو كنت سمعت صوت النوتيفيكيشن. والله بجد يا جماعه مجرد بس ما الواحد بيشوف الموبايل هو دماغه بتروح ناحيه الموبايل اصلا، فبتنسى المذاكره اللي انت بتذاكرها. طيب لو انا كنت بذاكر على الموبايل اصلا، ده اللي كل الطلبه بكل الفئات العمريه تقريبا بقت تعمل، ايه الحل بقى؟ بص هو انت اكيد معاك كتاب المدرسه، تقدر ما تحملش عليه اي حاجه وتخليه بس للمذاكره، وتبعد الموبايل عنك برده في الفتره اللي انت تكون بتذاكر فيها. لو برده هتذاكر على الموبايل ففي ابلكيشنات كتير تقدر تخليك توقف الابلكيشن اللي انت عايزه المده اللي انت عايزها، سواء كنت عايز توقف الابلكيشن مثلا زي الفيسبوك ساعتين 3 ساعات 4 ساعات، في ابلكيشنات كتير تقدر تعمل الحاجه دي. الحاجه رقم 5 لو كنت بتذاكر كل المواد ومفيش ماده بتذاكرها جامد وماده تانية راكنها وبتذاكر مواد على حساب مواد تانية، انت كده في السليم وماشي 100 100، لان انت لو مش بتعمل كده فالماده اللي انت راكنها هتلاقيها بعد فتره جايه تمسي عليك، وغالبا الماده دي بتكون العربي اصلا، ان لم يكن انت بتشوف الفيديو وانت راكن العربي اساسا. بلاش بجد تعمل حاجه زي دي، انا جاي لك من المستقبل اهو بقول لك بلاش تركن العربي، تحديدا بلاش تركن العربي. طبعا برضو لو انت من دفعه 2023 فبلاش انك تراجع مواد وتركز معاها قوي ومواد تانية ما تراجعهاش قوي او مش بنفس الكفاءه بتاعت المواد التانية، او انك تراجع كتير على الماده من غير ما تحل. لا، لازم الحل في المراجعه هو اللي يكون كتير، على الاقل تحل 10 امتحانات شامله في كل ماده. دلوقتي بقى تعالى اقول لك على الحاجات اللي انت لو بتعملها فانت بتعك.
اول حاجه لو كنت بتذاكر اعتمادا على الحفظ فقط وليس الفهم، فانت بتعك جامد قوي 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 قوي، لان شويه صغيرين وتنسى كل اللي انت حفظته. لازم تكون فاهم كويس اللي انت بتذاكره، وبلاش حوار انك تعتمد على الحفظ دوت، لان النظام الجديد ما بقيش معتمد على الحفظ. الحاجه رقم 2، لو كنت داخل ثانويه عامه كل غرضك منها ان انت تطلع منها والسلام، مش مهم بقى تجيب كام ولا تخش كليه ايه وما عندكش هدف اصلا، فانت برضو كده بتعك. لازم يكون عندك هدف انت عايز توصل له من خلال ثانويه عامه، لان هو ده اللي هيكون الحافز ليك انك تكمل طول فتره ثانويه عامه. الحاجه رقم 3، لو كنت من الناس اللي هي بتروح تحل المواد اللي هي بتحبها وشايفاها ان هي سهله، والمواد اللي ما بيحبوهاش او بيستصعبوها يعني بيفضلوا راكنينها وما بيذاكروهاش، ولو ذاكروها ما بيدولهاش حقها في المذاكره، انت كده برضو بتعك. المواد اللي انت شايفها صعبه وشايف ان مذاكرتها رخمه، لو ذاكرتها كويس مع مدرس انت تكون فاهم منه، هتلاقي ان الماده دي سهله جدا وما تستاهلش كل اللي انت كنت عامله ده. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، كده اكون جاوبتك على سؤال هيدور في دماغك طول فتره ثانويه عامه. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدك، والسلام عليكم.